السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلويات مايا. اليوم ان شاء الله نحضر معكم حلوى كتجي لذيذه بزاف، اقتصاديه جدا، كتوجد بسرعه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. خليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله. اول حاجه غنوضع جوج ديال البيضات في اناء اولا في شي قصريه، ودائما البيض يكون بدرجه حراره المطبخ باش تنجح معكم الحلوى. غنضيف نصف كأس من السكر، والسكر دائما كيبقى على حسب الذوق. غنحرك مزيان حتى كيذوبوا ليا حبيبات ديال السكر في البيض. صافي هنايا من بعد غنضيف نصف كأس من الزيت النباتي، ودائما العبار بكأس ديال العنبه اللي السعه ديالو 200 ملل من السوائل، وكندمج الزيت مع باقي المكونات جيدا. من بعد ما ندمجوا ليا المكونات ديالي غنضيف هنايا ياغورت بنكهه الفستق. تقدروا ديروا اي نكهه كتفضلوا، وبالنسبه للياغورت كيزيد هشاشه للحلوى ديالنا. صافي كنوضع الياغورت وكندمجوه مزيان. المكون اللي كنوضعوه كندمجوه مزيان حتى كيندمج لينا مع باقي المكونات. ودابا غنضيف قبصه ديال الملح اللي تا ديال الذوق. غنضيف ايضا كيس من خميره الحلويات بوزن 8 غرام، وغنمشيها مزيان في الخليط ديالي حتى كتندمج ليا مزيان. ودابا غنبدا نضيف في الدقيق. كنضيف الدقيق ديالي بالتدريج وانا كنجمع بهذا الشكل هذا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنحصل على عجينه اللي تكون لينه ما تكونش قاصحه بزاف. بالنسبه ليا حتى جيت في هذا العجين كامل 6 كؤوس من الدقيق، ولكن ما تضيفوش الكميه كامله ديال الدقيق دفعه واحده، لان النوعيه ديال الدقيق وكذلك حجم البيض هو اللي كيتحكم لينا في كميه ديال الدقيق اللي غندخلو في هذا العجين. هكا كنبقاو نضيفو بشويه بشويه بهذا الشكل هذا، وكنحاول انني نجمعها غير بهذه الطريقه، ما كنحاولش انني ندلكها. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى كنحصل على عجينه اللي تكون لينه. كما كتلاحظوا كتجمع بكل سهوله، وهذا هو القوام ديال العجين كيفاش كيكون رطب وكيتشكل بكل سهوله. صافي هنايا غنبدا نشكل العجينه ديالي الكويرات اللي يكونوا متساويين في الحجم ديالهم. كنديرهم هكا كويرات اللي يكونوا صغار، راه مازالين غيضاعف الحجم ديالهم في الفرن، وانتم كيبقى لكم الاختيار على حسب الحجم اللي بغيتو. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع معكم. من بعد ما شكلت العجين ديالي كامل دابا غندخلو الفرن اللي مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. كنشعل عليه من الاسفل حتى كتحمر ليا الحلوى ديالي، عاده كنشعل عليها من الفوق تشمع وكنخرجها. وهذا هو الشكل ديال الحلوى ديالنا من بعد ما طابت. دابا غنمر باش نزينها، ودائما التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوها باي حاجه كتفضلوا. انا هنا غنزينها بكاوكاو اللي سبق ليا حمرته وطحنته، وكذلك بالعسل. كندهن هكا الحلوى ديالي مزيان بالعسل. صافي وكنفندها في كاوكاو، تقدروا تفندوها في الكوك، كيبقى لكم الاختيار. هكا تزيين اللي هو بسيط وكيجي رائع جدا. كنستمر بنفس الطريقه كندهن هكا الحلوى ديالي مزيان بالعسل. صافي وكنفندها في كاوكاو. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الحلوى، وانا اكيده ان شاء الله لا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم وغتولي معتمده عندكم،
لانها اقتصاديه وكتجي لذيذه بزاف. وكما لاحظتوا معايا طريقه التحضير ديالها جد سهله وسريعه. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. كندهن هكا الحلوى ديالي مزيان بالعسل وكنفندها في كاوكاو. صافي كنستمر بنفس الطريقه ورجع معكم. من بعد ما فندت الحلوى ديالي كامله في كاوكاو، دابا غنمر باش نزينها بخطوط من الشوكولا البيضاء اللي سبق ليا ذوبتها في حمام مائي. بالنسبه للنوعيه ديال الشوكولا اللي كنستعمل، فانا كنستعمل شوكولا غالا. صافي وكنبدا نوضع خطوط بهذا الشكل هذا عشوائيه على الحلوى ديالي، فراه كيزيدوا منظر رائع للحلوى. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل. ورجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا من بعد ما زيناها. كما كتلاحظوا معايا كتجي رائعه، كتجي راقيه في المنظر ديالها، واخا درنا ليها التزيين اللي هو بسيط بزاف، وكتجي لذيذه بزاف في المذاق. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ودعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم، كتشجعني بزاف. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. وبسلام عليكم إلى الوصفة القادمة إن شاء الله.